الصحراء المغربية، أهل النخوة، الوطنيين والوطنيات الأفداد، مرحبا بنا عندكم وضيافين الله عندكم في هذه الأراضي المباركة. السيد كاتب الدولة المحترم في الإسكان، السيد الوالي، السيد العامل، السيدات والسادة مدراء المؤسسات، المنتخبين والمنتخبات، الأعيان، الرجال والنساء الذين ضحوا من أجل هذا الوطن، قدماء المحاربين وجيش التحرير. أنا كشاب مغربي اليوم فخور بكم وفخور بالانتماء لهكذا وطن، فخور بهذه الوطنية التي نلمسها أينما حللنا وارتحلنا في ربوع بلدنا، ويزداد هذا الافتخار في هذه الربوع العزيزة. شكرا لكم على هذه الصور الجميلة، وأنا جد سعيد اليوم بعد ما قلدني جلالة الملك الله ينصرو هذا التكليف لتولي هذه المسؤولية ديال الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، باش تكون الزيارة ديالي الثانية من بعد العيون إلى هذا الربوع العزيزة على قلوبنا. تتعرفوا هذا القطاع قطاع مهم اللي تيشغل 2.7 مليون مغربية ومغربي، اللي تيطمحوا للتنمية، اللي تيساهموا في الحفاظ على الموروث الثقافي الوطني. ولنا في هذه الربوع نماذج صناع تقليديين اللي كيساهموا باش يحافظوا على التراث الحساني، التراث المغربي الوطني، واللي غادي يلقاونا دائما بجنبهم باش نوقفوا معاهم وباش نخرطوا في جميع المبادرات التنمويه اللي غادي تمكننا ان شاء الله من اولا نرفعوا يعني من المستوى المعيشي ديالهم، وكذلك باش نحافظوا على هذا الموروث ونحافظوا على هذه الكنوز الحرفيه. اليوم جينا عندكم بواحد الباقه ديال واحد المجموعه ديال الاتفاقيات اللي غادي توقع بواحد الغلاف المالي ديال ازيد من 36 مليون درهم، اللي فيه مجموعه يعني من المرافق اللي تتعلق يعني دار الخيمه اللي غادي دار هنا في المحبس، واللي غادي تمكننا من الانتاج ديال هذه الخيمه الصحراويه التقليديه، ديال اعاده البناء ديال المجمع ديال الصناعه التقليديه في اسا، واحداث مركز ديال التكوين في الفنون ديال الصناعه التقليديه، وكذلك احداث دور الصانعه، وكذلك مجموعه من البرامج الاخرى اللي اليوم ما هي الا بدايه. ولكن اليوم كنأكد لكم كشاب مغربي كيتولى هذه المهمه ومعايا الفريق اللي كيشتغل داخل القطاع ان يدنا ممدوده لكم السيد الوالي، السيدات والساده المنتخبين، السيده رئيسه الجهه، باش تطوروا جميع هذا القطاع، ونتمنوا ان هذه الزياره تكلل بهذه المنجزات وتكون كما قلت فاتحه خير لمزيد من البرامج التنمويه اللي تستحق هذه المناطق وتيستاهلوها الناس ديال هذه المناطق الابيه. شكرا.